عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في قناة وجبات ليلى التي ترحب بكم. اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير الشوربة. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاج هنايا عندي ربع ديال الكرنب، وعندي هنايا طريفات ديال اللحم، عندي هنايا 100 غرام ديال اللحم، وعندي هنايا جوج لفتات مقطعين كما كتشوفوا، وعندي هنايا جوج مطيشات كبار مقطعين، وعندي هنايا بطاطا متوسطه، وعندي بصله كبيره وقزبر ومعدنوس والكرافس 4 ديال المعالق، عندي هنايا 3 ديال الخيزويات مقطعين، وزيت المائده معلقه كبيره جوج معالق كبار ديال مطيشه المركزه، عندنا هنايا الشعريه، وهنايا عندي 3 ديال البورو اللي مقطعتهم بحال هكا. وبالنسبه للتوابل عندي هنايا نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال الملحه والماء باش غادي نمرقوا الشوربه ديالنا. ودابا غادي ندوزو للطريقه. غادي نجيبو كوكوط او الطاوه فاش غادي نطيبو. غادي نديرو البصله هكا، غادي ندير خيزو، غنديرو هادشي كامل ديال الخضر، مطيشه، اللحم، ندير هنايا قزبر معدنوس كرافس، ندير بطاطا وكرنب، بورو، ندير التوابل، ندير كميه ديال الزيت غادي نحتاج. ودابا غادي نمرق كندير المرقه حتى كتغطى لنا الخضره. ودابا غادي ندوز نردها طيب فوق البوطه. وبالنسبه عندنا هنايا الشعريه ومطيشه المركزه حتى كطيب لنا الخضره عادي يمكننا نديرهم، ومني غطيب الخضره عاد نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديرو. هيا من بعد ما طابت الشوربه ديالنا كما كتشوفوا الخضره راها طابت، كنجيب هنايا عندي الروبو اولا الطحانه اليدويه باش كطحنوا. دابا غادي نديرها هنايا، بسم الله. دابا غادي نردها نطحن الخضره ديالي. انا من بعد ما طحنت الشوربه ديالنا كما كتشوفوا ودرتها فوق البوطه شعلت عليها العافيه، دابا غادي نضيف لها مطيشه مركزه ونخليها حتى تبدا تغلي. هيا منين بدات كتغلي دابا غادي نضيف لها الشعريه، غادي نحرك باش ما تلصقناش الشعريه من تحت. كما كنعرفوا الشعريه ما تمشيش تطيب بزاف، عندها واحد 5 ديال الدقائق وكطيب. هذا هو الشكل النهائي ديال الصوبه ديالنا كما كتشوفوا. هنا غادي نوريكم الشعريه، هانتوما راه كتجي لذيذه وبالخضره، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم وتضغطوا على جيم وتابوناو معنا وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.